لما يكون معايا واحد معاه دبلوم وشغال في مركز عربيات يرجع لي بشحم ويرجع لي بريحة جاز والحاجات بتاعت العربية اللي انتوا عارفينها دي. فاللي هو انا حاسة بفرق، اللي هو انا حاسة ان انا مقصرة مع جوزي، اللي هو ما بقتش حتى ولا حقوقه الشرعية بياخدها، والحنية ما بقاش يلاقيها مني. وفي نفس الوقت هو الصراحة ما بيسألنيش على مرتبي ولا بيقول لي انت بتعملي ايه، ولكن فعلا انا نفسيتي تعبت. حتى بنتي لما بروح الشغل هي على طول بتروح عند حد. حاسه ان انا استعجلت، اللي هو لا انا ما كانش ينفع ان انا اخد واحد معاه دبلوم. اللي هو حتى في الشغل، والله في الشغل بيسالوني بيقول لي إيه انت جوزك ايه، هم فاكرين ان نفس المستوى بتاع التعليمي والثقافي، ولكن انا بضطر اكذب لان هو مش نفس طبعا اللي انا فيه. مش عارفة اللي أنا فيه ده حاسة إزاي هقدر أتجاوزه، ولكن أنا فعلا قفلت، اللي هو مش قادر أكمل حياتي معاه. فأنا عايز أنفصل منه، بس مش عارفة الطريقة اللي أقدر أعملها إزاي. يعني أنا ممكن أتنازل